دايما كل فترة كده بتطلع لنا عربية بشكل جديد في التصميم وشكل جديد حتى في الصالون بتاعها، وناس كتير دايما بتدور على الحتة ديت ان هي تركب عربية شكلها يكون اول مرة بينزل السوق في كل حاجة، في شكل التصميم من الخارج والداخل. وده اللي هتلاقيه النهاردة في العربية اللي احنا هنتكلم عنها. هنتكلم عن العربية الجيلي الإيميجراند. العربية برضو اول ما نزلت في السوق من 2013 كانت نازلة بشكل جديد كليا بالنسبة للمنافسين بتوعها. كانت ساعتها بتنافس العربية الفيرنا، العربية اللانوس. طبعا بالنسبة لهم كان شكل أفضل منهم بكتير. هنتكلم عن مواصفات العربية الجيل الإيميجراند. بس قبل ما نبدأ حلقتنا يا ريت تشرفنا باشتراكك معنا في القناة، ويلا بينا مش هنطول نخش في الموضوع على طول. الجيل الإيميجراند بداية ظهور العربية في 2013. العربية كانت بتنزل بمحرك 1500 سي سي بقوة 107 حصان 4 سلندر. كانت العربية بتتميز بحجمها الكبير ومساحتها الكبيرة، مساحة الصالون بتاعها كبير، مساحات التخزين فيها كانت كبيرة، شنطتها كانت كبيرة، وكان ساعتها شكلها كان أحدث من الموديلات اللي بتنافسها زي اللانوس وزي الفيرنا. العربية حققت نجاح كبير جدا وقتها. العربية كانت من العربيات العملية جدا، وتعتبر كانت من العربيات الاقتصادية شوية، والعربية دي اعتمدت في اوبر وكريم نظرا ان هي عربية عملية وحاجاتها متوفرة، فطبعا اشتغلت في اوبر وكريم. مع ان كان العربية دي اثبتت كفاءة واثبتت نفسها في الفترة ديت. بدأت التجميع المحلي للعربية دي في بداية يناير 25. العربية طبعا كالعادة بتاعتها نزلت مختلفة في كل حاجة، في التصميم الخارجي وفي التصميم الداخلي، وحتى المحرك بتاعها القوة بتاعته اختلفت عن ما كانت بتنزل في الاول. بتنزل بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 120 حصان، متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات. نازله بتصميم تحس ان هي ما تقولش عليها عربيه صيني، تحس ان هي عربيه اوروبي ومن العربيات اللي هي الفخمه كده. طبعا السبب في ده لان طبعا كلنا عارفين شركه فولفو دلوقتي انضمت لشركه جيلي، فده هينعكس على التصميمات بتاعتها. هنلاقي العربيه شكلها بقى فيه شبه كبير جدا من تصميم العربيات الفولفو. برضو المهندسين اللي بيصمموا العربيات فولفو هم اللي بيصمموا العربيات جيلي، فده هينعكس طبعا على تصميمات العربيه. العربيه بتنزل بفئتين، طبعا الفئه الاولى بتختلف عن الفئه الثانيه في حاجات كتير. اول حاجه الجنط بتاع العربيه بيبقى جنط حديد وعليه تصاد بلاستيك. في الفئه الثانيه بيكون جنط سبور 17 2 لون. تاني حاجه معانا فتحه السقف. طبعا الفئه الاولى ما بيكونش فيها فتحه سقف، بيكون في الفئه الثانيه. تالت حاجه معانا الفرش بتاع الكراسي. الفرش في الفئه الاولى بيكون فرش القماش العادي، في الفئه الثانيه بيكون الكراسي فرش جلد. النظام الصوتي في الفئه الاولى بيكون عباره عن 4 سماعات بس، في الفئه الثانيه بيكون 6 سماعات. فرق طبعا وسائل الامان بين الفئه الاولى والثانيه هو 2 ايرباك بس، يعني الفئه الاولى بيكون فيها 2 ايرباك اي بي اس اي بي دي، الفئه الثانيه بيكون فيها 6 ايرباك و2 اي بي اس واي بي دي، ونظام مراقبه ضغط الاطارات. لو جينا بصينا طبعا على الصالون من جوه هنلاقي العربيه بتنزل بتصميم جديد كليا، تحس ان انت قاعد في عربيه فخمه مش في عربيه صيني اصلا. العربيه بتنزل بالشاشه تاتش، فتحات التكييف شكلها مختلف خالص عن العربيات اللي شفناها قبل كده في الفئه ديت. عدادات ديجيتال. العربيه تقريبا فيها كل حاجه وبسعر اقل من المنافسين بتوعها. لو جينا بصينا عن المنافسين بتوعها هنلاقي ان هي بتنافس الام جي 5، تقريبا فيها كل حاجه، ويمكن شكلها بقى افضل منها، شكلها اجدد طبعا بحكم ان شكلها اجدد وفيها كل حاجه وسعرها اقل، تقريبا اقل منها بحوالي 50 60 الف جنيه. وبتنافس النيسان السنترا. النيسان السنترا طبعا من ساعه ما نزلت لحد دلوقتي شكلها ما اتغيرش، هو نفس الشكل، فطبعا ده بشكل انا شايف ان ده شكلها افضل منها، وممكن تلاقي الاوبشن بتاعتها اعلى كمان، وفي نفس الوقت سعرها اقل منها. وبتنافس الرينوت تاليانت، طبعا سعرها يعتبر برضو اقل منها. وبتنافس الماتسوبيشي اتراك نفس السعر او اقل منها. والاكسنت ار بي تقريبا برضو بتنافس العربيه دي. كل العربيات دي قريبه من سعر العربيه الجيلي، بس الجيلي تتفوق عنهم في طبعا ان التصميم بتاعها جديد، عربيه بحكم ان هي تجميع محلي، فده هيديها فتره ضمان اطول. لسه مش عارفين الضمان بتاعها هيبقى قد ايه، بس معظم المنافسين بتوعها يعتبروا تقريبا بينزلوا بنفس الشكل من بقالهم سنين، تقريبا نفس الشكل ما اتغيرش. انما العربيه الجيلي حدثت في الشكل وطورت في الشكل بتاعها في كل حاجه، في التصميم الخارجي وفي التصميم الداخلي، حتى اداء الموتور، فدي بصراحه نقطه قويه في العربيه ديت. سعر العربيه الجيلي الإيميجراند بالنسبه للفئه الاولى بيكون 850 الف، وسعر الفئه الثانيه بيكون 970 الف. وفي الاخر عايزين نعرف رايك في العربيه الجيل الإيميجراند بالنسبه للمنافسين بتوعها، هل هي افضل منهم ولا في عربيات افضل منها في نفس الفئه بتاعتها؟ وبكده يا جماعه تكون وصلنا لاخر حلقتنا. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. اشوفكم على خير في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.